الراجل الفقير اللي شايل شكاير الرمل في موقع البناء ده في الحقيقة مش عامل بسيط خالص، ده اسمه نامجين جون، وريث غني جدا وابن وحيد لمدير شركة ضخمة، بس هو مش عايز يرث الثروة دي ولا يعيش حياة الرفاهية. قرر يهرب من البيت ويدور على نفسه بطريقته. أمه صرفت فلوس كتير وجابت محققين خاصين عشان يدوروا عليه في كل مكان. نامجين أو جونو زي ما بينادوه في الشغل كان بيشتغل بجد جدا. المشرف كان راضي عنه ومبسوط من مجهوده. بعد الشغل كان بيبقى مغطى تراب من فوق لتحت وماشي في الشارع والناس تبعد عنه كأنه وباء. فجأة عجلات عربية توصيل ورد اتعطلت والسواق دخل في عربية فاكهة. باقة ورد طارت في الهواء ووقعت بالصدفة في يد جونو. الولد بتاع الورد كان مشغول بينظف المكان فطلب من جونو يساعده يوصل الورد للأوتيل. وجونو بقلبه الطيب اتردد لحظة بس في الآخر جري ناحية الأوتيل. وأول ما فتح باب القاعة شاف العروسة الجميلة. قلبه دق جامد فجأة ووقف كام ثانية من الجمال. قرب منها بخطوات بطيئة لكن العروسة من غير ما تاخد بالها خافت وحدفته بوكس في مناخيره. نزف فورا وهي حاولت تمسحها لكن الدم اتلطخ على فستان الفرح. الفرح لسه ما ابتداش والمكان كله اتقلب فوضى. العروسة كانت هتعيط من المنظر بس جونو بسرعة وقفها وقالها استني عندي حل. وجري يدور على إبرة وخيط ورجع بسرعة ورقع البقعة بطريقة ذكية جدا. خلى الفستان يرجع شبه جديد. قبل ما الفرح يبدأ العروسة اتلفتت تشكره بابتسامة خجولة. وساعتها وهو مش قادر يشيل عينه من عليها قال بنفس الهدوء عندي حل.